السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحل أسئلة هيكل عاشر عام مادة الرياضيات للعام 2023-2024. نبدأ بالسؤال الأول، وهو يتضمن تمارين من رقم 1 إلى رقم 16 بتحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية. نبدأ بحل السؤال رقم 1. بالنسبة لحل السؤال رقم 1، أول نقطة نحدد الثوابت A و B و C. لدينا A هي 2، B هي 4 و C هي -6. المطلوب تمثيل الدالة بيانيا، فلتمثيل الدالة بيانيا أهم نقطة هي نقطة الرأس. نقطة الرأس يكون الإكس تساوي -b على 2a. -b، البي 4، إذن -4 على 2 ضرب الa وهي 2، إذن تساوي -1. إذن الإكس تكون هي -1. هاي إحداثيات الرأس، رأس المنحني. نحسب الوايات بأن نعوض مكان إكس ب1، حتى نستطيع التعويض بشكل سهل وصحيح. نكتب المعادلة في الآلة الحاسبة كما هي دالة معطاة بالضبط. نكتب 2x تربيع بالشكل التالي: 2 x، نضغط على ألفا مع القوس هنا x تربيع، ناقص زائد 4 ألفا مع x ناقص 6. الآن المطلوب قيمة أو أن نعوض قيمة الإكس ب1 لنحسب y. نضغط على solve، هنا solve، نضع -1، الإكس هي -1، ونضع يساوي فيكون -8. إذا نضع عند الواي -8. هذه النقطة -1 -8 هي إحداثيات الرأس، وهي أهم نقطة بالنسبة لرسم المنحني. الآن نأخذ نقط أخرى اختيارية، ولتكن مثلا الصفر. إذا عوضنا x بصفر هنا في هذه المعادلة، إذا عوضنا x بالصفر فتكون الواي هي -6. إذا أخذنا x تكون مثلا -1. نعوضها أيضا باستخدام الآلة الحاسبة. نضغط هنا المؤشر للرجوع، ونضغط أيضا solve، نضع قيمة الواحد، x تكون 1، نضع يساوي، إذا عند الواحد تكون 0. نضع -2، أيضا نضع بالآلة الحاسبة، نرجع ونضع solve من أجل -2 يساوي، تكون -6، إذا نضع هنا -6. نعين هذه النقاط على المحاور الإحداثية. -1 يقابلها -8، -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. تقريبا هنا الرأس -8. الصفر يقابلها 6، عندما الإكس 0 يقابلها -6، تكون هنا النقطة -6. الواحد يقابلها 0، -2 يقابلها -6، -2 يقابلها -6، -2 هنا يقابلها -6. ولا ننسى أن خط التماثل يمر من الرأس. إحداثيات الرأس، هنا إحداثيات الرأس، هذا خط التماثل. يمر من نقطة
رأس المنحني. طبعا أهم نقطة كمان أيضا في هذه التمارين، مباشرة إذا كانت A موجبة فالقطع المعادلة أو المنحني يتجه نحو الأعلى، وتكون هذه النقطة نقطة الرأس قيمة صغرى، تكون قيمة صغرى ويتجه نحو الأعلى لأن A موجبة، A موجبة فيتجه نحو الأعلى. الآن نصل بين هذه النقاط فنحصل على الرسمة التالية. هذه هي الرسمة المناسبة لدالتنا. طبعا هنا الإحداثيات واضحة، خط التماثل يمر من الرأس. بالنسبة للمجال والمدى، المجال دائما المجال هو R، مجال كثيرة الحدود، مجال الدوال التربيعية هو R. بالنسبة للمدى، دائما المدى نحصل عليه من وايات نقطة الرأس. من هي وايات نقطة الرأس؟ وايات نقطة الرأس -8. إذا نكتب واي حيث واي أكبر أو تساوي -8. أكبر أو تساوي لأن المنحني يتجه نحو الأعلى، فسالب 8 هي الصغرى، لذلك الواي هي من -8 ونحو الأعلى. إذا بهذا الشكل نكون قد مثلنا بيانيا وذكرنا المجال والمدى. ويمكن أن نحصل على رؤوس الدالة باستخدام الآلة الحاسبة أيضا، ونحصل أيضا على نقاط التقاطع مع المحور X. حاليا يقطع محور X عندما X تكون -3 وأيضا عند 1. وإحداثيات الرأس هي -1 -8. ممكن أن نحصل عليهم باستخدام الآلة الحاسبة بالشكل التالي. نكتب مود 5 اللي هي إيكوال 5، ونختار رقم 3 المعادلة التربيعية، ونكتب العوامل. أول شيء 2 يساوي، بعدين معامل B 4 يساوي، ثم -6 يساوي، بعدين نضغط يساوي فنحصل على X 1 وهي التقاطع مع المحور X وهي هذه النقطة. نضغط مرة أخرى يساوي، بالنسبة للآلة الحاسبة نحصل على X2، وX2 هي -3 التي يقطع بها المحور X. نضغط مرة أخرى فنحصل على إحداثيات الرأس. نضغط مرة أخرى يساوي فنحصل على -1 وهي الإكس لنقطة الرأس. نضغط يساوي فنحصل على وايات الرأس وهي -1 -8. إذا هذه النقاط التي هي تقاطع مع الإكس التي هي حلول المعادلة، ونقطة الرأس نحصل على ذلك مباشرة باستخدام الآلة الحاسبة. بالنسبة للسؤال رقم 5، عم بقول حدد الرأس ومعادلة محور التماثل والتقاطع مع المحور الرأسي لكل تمثيل بياني. يعني الآن لدينا التمثيل البياني، ومن خلال التمثيل نريد الإحداثيات. الرأس هنا طبعا بالنسبة لإحداثيات الرأس من السهل جدا أن نحصل على إحداثياتها. إذا أخذنا الآن بشكل هنا فنحصل على الإكس. هنا الإكس كم تبعد عن المركز؟ -1. إذا الرأس هو -1. أما بالنسبة للوايات بنعد
1 1 2 3 4 5. إذا سالب 1 5 هذا الرأس. الرأس سالب 1 5. أما بالنسبة لمحور التماثل دائما هو الإكس لنقطة الرأس. إكس تساوي سالب 1 تعطينا محور التماثل. التقاطع مع المحور الرأسي. التقاطع مع المحور الرأسي أين يقطع المحور واي؟ نلاحظ أنه يقطعه عند هذه النقطة. عند هذه النقطة نلاحظ أن 1 2 3. إذا التقاطع هو واي يساوي 3. هذا التقاطع مع المحور الرأسي. مع المحور الرأسي هنا يقطع بهذا الشكل، بشكل بسيط جدا. إذا نستطيع معرفة المطلوب. بالنسبة لسؤال 9. سؤال 9 جد الرأس ومعادلة محور التماثل والتقاطع مع المحور الرأسي. إذا بإمكاننا بالطريقة عن طريق حسابها بالقانون. محور الرأس يكون x تساوي، نبدأ بحل رقم 9. x تساوي سالب b على 2a، ويساوي سالب b طبعا هنا a، هنا b، هنا c. بالنسبة ل b سالب 6 على 2 ضرب ال a وهي سالب 3، وهذا يساوي 1. إذا x تساوي 1. نعوض في المعادلة للحصول على الواي. سالب 3 بx تربيع زائد 6 مضروبة بx ناقص 1. طبعا قلنا الإكس هي 1. إذا نحسب الناتج سالب 3 زائد 6 موجب 3 وسالب 1، الناتج 3. إذا إحداثيات نقطة الرأس أصبحت الإكس 1 والواي 3. هاي إحداثيات الرأس. أما بالنسبة لمعادلة محور التماثل كما قلنا الإكسات هنا هي محور التماثل. الإكس تبعت الرأس هي محور التماثل. هذا محور التماثل. أما بالنسبة للتقاطع مع المحور الرأسي هو العدد الثابت. دائما العدد الثابت هو التقاطع مع المحور الرأسي. إذن y يساوي سالب 1 هو التقاطع مع المحور الرأسي. طبعا نحصل على التقاطع مع المحور الرأسي من جعل x تساوي 0. فعندما نجعل x 0 فيبقى العدد الثابت. إذن وبإمكاننا أن نحصل على جميع هذه الحلول عن طريق الآلة الحاسبة أيضا، بأن نضع المود 5 3، نضع العوامل سالب 3 يساوي 6 يساوي سالب 1 يساوي. نضغط الآن يساوي فنحصل على الحلول. طبعا الحلول حاليا غير مطلوبة. الإكس 2 الحل الآخر. الآن نضغط مرة أخرى يساوي فنحصل على إحداثيات الرأس وهي 1 التي لدينا هنا. الواحد هاي الواحد. نضغط مرة أخرى نحصل على الواي تساوي 3. واي تساوي 2 هنا. واي تساوي 2 طبعا إذا في خطأ بالعمليات الحسابية هنا. سالب 3 زائد 6 موجب 3 ناقص 1. نعم الإجابة هنا بدل 3 هي 2 كما نلاحظ بالآلة الحاسبة.
ننتبه وندقق. إذا الواي تساوي 2، إذا نحصل على إحداثيات الرأس 1 3 باستخدام 1 2 طبعا كما قلنا 1 2 باستخدام الآلة الحاسبة. وإذا حصلنا على الرأس نحصل على محور التماثل. محور التماثل. الآن بالنسبة لسؤال رقم 13 لدينا، إذا رقم 13 لدينا y تساوي سالب x تربيع زائد 4x ناقص 3. المطلوب هل للدالة قيمة عظمى أو قيمة صغرى؟ بما أن A سالبة فإن القطع يتجه نحو الأسفل، وإذا كان يتجه نحو الأسفل فهي قيمة عظمى. إذا كانت سالبة فيتجه نحو الأسفل، وإذا كان يتجه نحو الأسفل فهي قيمة عظمى. إذا للدالة قيمة عظمى. اذكر القيمة العظمى أو الصغرى. القيمة العظمى أو الصغرى هي رأس المنحني، هي رأس الدالة. وكيف نحصل على الرأس؟ بإمكاننا باستخدام الآلة الحاسبة، أو أن نستخدم القانون x يساوي سالب b على 2a، لأنه رأس القطع إما أن يكون عظمى أو صغرى. إذن سالب b، طبعا هنا معادلتنا الb هي 4 والa هي سالب 1 والc سالب 3. إذن b سالب 4 على 2a وهي سالب 1. إذن أصبح موجب 2. سالب 4 على سالب 2 موجب 2. نحسب الواي بالتعويض. نحسب الواي. بإمكاننا مباشرة نستفيد من الآلة الحاسبة. نكتب المود 5 3 يساوي، نضع العوامل. أول شيء A سالب 1 يساوي B هي 4 يساوي سالب 3 يساوي. الآن نعيد إدخال الآلة الحاسبة. مود 5 3 يساوي، نضع سالب 1 يساوي، بعدين 4 يساوي، بعدين سالب 3 يساوي، ثم نضع يساوي. نحصل على x1. طبعا هنا x1 غير مطلوبة. نضغط x2 هي حلول أو التقاطع مع المحور x. نضغط يساوي فنحصل على x وهي 2 التي حصلنا عليها هنا من القانون. نضغط يساوي نحصل على الواي، وواي تكون هي 1. إذن واي تساوي 1. لو عوضنا مكان x ب2 هنا سيكون سالب 4 زائد 8 ستكون موجب 4 وناقص 1 ستكون 1 ناقص 3 ستكون 1. إذن بالنسبة للإكس والواي حصلنا عليها وهي إحداثيات. أذكر القيمة العظمى. إذن القيمة العظمى أو الصغرى هي، إذن الطلب ب القيمة العظمى كما قلنا إنها هي عظمى، هي نفسها الرأس الذي أوجدناه وإحداثياتها 2 1. هي القيمة
العظمى. بالنسبة لمجال الدالة، طبعا مجال الدالة هو R دائما، مجال الدالة هو R. أما بالنسبة للمدى هو نفسه الواي التي نحصل عليها من القيمة العظمى. نكتب واي، حيث واي طبعا نحن قلنا هي قيمة يتجه نحو الأسفل، فهي قيمة عظمى، لذلك تكون الواي إلى الأسفل، فنقول أصغر أو يساوي 1. وبالنسبة للقيمة العظمى دائما نكتب فقط الواي، نكتب فقط الواي، هاي إحداثيات الرأس. أما نحن كقيمة عظمى نكتب الواي تساوي 1. هذه هي القيمة العظمى، وهي أعلى قيمة، هي الإكس للرأس. إذا بهذا الشكل نكون قد أكملنا حل السؤال 1 بجميع الطلبات الموجودة في مختلف الأسئلة.